السلام عليكم خوتي خواتاتي في كويزين دو شيف حليمه. اليوم ان شاء الله حندير لكم شطيطحه تاع بوزلوف. درت انا رجلين تاع بوزلوف بطريقه تاع اختي الزهره الله يرحمها ويوسع عليها. نتمنى ترفدوا يديكم كامل ربي سبحانه وتدعوا له تدعوا لها باش ربي يرحمها ويغفر لها ويرضى عليها يا رب العالمين. هذه الطريقه تاعها جميع واحد ذاقها حوس على لاغوسيت تاعها تجي بنينه بزاف سورتو الا درتوها حاره. ودوك تشوفوا المقادير ما عندناش بزاف صوالح. وشنو انا عدلت فيها غير شويه، هي تحب تسكرفج الله يرحمها ويسع عليها كانت تحب تسكرفج، وانا في طريقتي نحب نرحي بالبغاميكسا. هذا هو لا ديفيرونس. اما الباقي المكونات كامل كيف كيف. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتدعوا لها بالرحمه باش ربي يرحمها ويغفر لها ويرضى عليها. ودوك نروح نشوفوا المقادير. في المقادير عندي حبة طماطيش صغيرة قشرتها وقطعتها على زوج، ونحيت لها كامل الزريعة تاعها. حنزيد لها هنايا شوية غصان تاع المعدنوس باش نرحيها معاهم. وهذا راس تاع الثوم تاني قشرتهم وحنزيد له الغصان تاع المعدنوس تاني دوك نرحيها معاهم. وعندي بصلة صغيرة تاني دوك نزيد لها شوية غصان تاع المعدنوس فوالا باش نرحيها معاهم. الغصان هما اللي يعطونا البنة في اي غوسات حنديروها. خير من الحشيش تاعها، خير من الحشيش يعني تاع المعدنوسه، باسكو الحشيش وحده والخضر وحده. في لي زيبيس عندنا الملح نص مغرف كمون، مغرف صغيره معمره مليح، فلفل حار، عندنا فلفل الكحل، وعندنا شويه سكنجبير، عندنا معدنوس مقطع، مغرف كبيره طوماطيش مصبره، وعندنا رجلين اللي غليناهم مع شويه تاع الملح وورقه تاع رند، عندنا حفنه تاع الحمص، وعندنا الماء التمراق والزيت. ودوك نروح نشوفوا طريقة التحضير. في طريقة التحضير نجيبو الطاس تاع الباميكسور ونقطعو فيه البصل كيما راكو تشوفوا فيا، قطعته عشوائيا، ونزيدو معاه الغصان تاع المعدنوس، ونزيدو معاه شوية تاع الماء، شوية برك باش يترحالي، ونرحيه بالبغاميكسور. وكيما قلت لكم اختي الزهرة الله يرحمها ويسع عليها كانت تسكرفج. دوك نتوما كيما حبيتو، هذه صحيحة وهذيك صحيحة، انا هذه تجيني بخاتيك اكتر فوالا. ونزيد تاني نفس العملية مع الثوم. تاني حطيت الغصان تاع الكرا تاع المعدنوس وانا نقول، وزدنا راس تاع الثوم اللي يكون مقشر وشوية تاع الماء. تاني نرحيه بالبغاميكسور مليح كيما راكم تشوفوا حتى يترحى مليح فوالا. ونزيدو تاني الطوماطيش، قلنا مقشره ومنحيه منها الزريعه، زدنا حطينا معاها تاني شويه غصان تاع المعدنوس، ونلحوها بالمغاميكسور كيما راكم تشوفوا فيها. وهذه هي النتيجه فوالا. نجيبو لا كوكوط تاعنا نحطو فيها الثوم اللي كنا رحيناه، نزيدو معاها البصل تاني اللي كنا رحيناه، ونزيدو معاهم الطوماطيش تاني اللي كنا رحيناها دوكا، نخلطوهم، ونزيدو حوالي 3 مغارف كبار تاع الزيت، ونزيدو مغرف كبيره طوماطيش مصبره، ونزيدو لي زيبيس كامل اللي قلت لكم عليهم، نخلطوهم مليح حتى يندمجوا. من بعد نزيدو لهم قسم مغرف كبيره تاع معدنوس مقطع صغير، وزيدو نحطو رجلين، هادوما رجلين نحطوهم نورمال، والاخرين نحطوهم معليش بالعظم تاعهم باسكو يمدلنا البنه كي يطيبوا نحو لهم العظم باش نحطوهم في البريزونطاسيون تاعنا في الطبسي فوالا.
كيما راكم تشوفوا. هادو هما العظم اللي قلت لكم عليهم. معليش طيبوهم بيهم باش يعطونا البنه. فوالا قليتهم، بعد ما تقلاو كيما راكم تشوفوا فيهم مرقت بالماء سخون حتى يتغطى لنا كامل الرجلين. زدت فوقهم قيس مغرف كبيره تاع معدنوس، نغطي عليهم لا كوكوط. فوالا نغطي عليهم لا كوكوط. وقبل من هذا زدت الماء الحمص ما قلتلكمش عليها، ونحطوهم حتى طيب. فوالا وهذه هي النتيجه النهائيه بعد ما طابت وتقالت المرقه تاعها مليح تعقد كيما راكم تشوفوا فيها. نحيناها وديكوريتها بالفلفل الحار. شتي تحبوا زلوف تحب بزاف الحار. وهذه هي النتيجة النهائية، وإن شاء الله تكون عجبتكم بالصحة والراحة. وما تنساوش تدعوا لأختي زهرة الله يرحمها ويوسع عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.